طفلين 11 و12 سنة. بقالي داخلة في 3 سنين مش قادرة أكلمهم ولا أتواصل معاهم، بالرغم من إن معايا حكم حضانة ومعايا ولاية تعليمية، معايا أحكام نفقة، متجمد نفقة، حكم حبس على الأب. مش عارفة أنفذ منهم أي حاجة. الولاد كانوا في مدرسة انترناشونال، قعدهم والدهم للمدرسة سنة كاملة، باباهم قعدهم للمدرسة سنة كاملة ما بيروحوش. تقدمت بشكوى المركز لحقوق المرأة والأم والطفولة والعنف ضد المرأة. خلال السنة دي حاولت أنفذ حوالي 7 مرات، معايا محاضر تنفيذ بحكم الحضانة. الأب بياخد الولاد وبيهرب بيهم، وكنت حاطة ولاية تعليمية في المدرسة. للأسف هو عمل ولاية تانية، معرفش هي مزيفة ولا عملها ازاي، ونقل الولاد من المدرسة الدولية بعد ما قعدهم سنة كاملة لمدرسة حكومية أقل بكتير في كل حاجة. مش عارفة أتواصل مع ابني وبنتي. بنتي عندها مرض مناعي، النفسية بتأثر عليها جدا. مش عارفة بقالي فعلا 2 سنين أنفذ أي حاجة، لدرجة لما هو نقلهم في المدرسة الحكومي عرفت أنا بمكان المدرسة دي، ورحت جددت عملت حكم أمر ولاية تاني وتعليمية، رحت بيه المدرسة. حصلت مشكلة، المدرسة مرضتش تسلمني الولاد. اتصلت بالنجدة، النجدة ديت أخدتنا ورحنا على اسم الشرطة. في اسم الشرطة أخدت الأب وأخدت الولاد، وفي الآخر برضو ما نفذتش حاجة. روحت من غير ولادي بعد كل ده ما حصل. ده كان أول الترم، كنت بحاول ألحق الترم عشان ولادي يرجعوا تاني المدرسة. يا ريت أي حل، أي حد عنده أي حل، اتعملت نفذ أي أحكام.